السينما لما بيحبوا يبينوا حد نجم ويبينوا ان هو بيمثل كويس بيجيبوا جنبه حد بيمثل اقل بيسموه كومبارس. انت عارف ان انت لازم تعمل كده في الميكس برضو، وان ما ينفعش كل الحاجات اللي موجوده عندك تبقى هي الابطال. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف. اهلا بيكم في لاتينو ستوديو. الفيديو دوت بدايه سلسله جديده. السلسله الجديده هنتكلم فيها عن حاجه اسمها كونتراست. كونتراست معناها تباين يعني ان يبقى عندك فرق ما بين الشيء ونقيضه. كمثال مثلا انت عاوز تسمع صوت ويبان لك ان هو فاتح، لازم يبقى فيه صوت غامق تاني جنبه. نفس الموضوع دوت موجود في كل العناصر بتاعه الميكس. عشان يبان لك صوت قريب وصوت بعيد لازم يبقى فيه صوت دراي شويه وصوت ويت يعني محطوط عليه ريفيرب كتير. عشان يبان لك صوت فيه لو اند كتير لازم تبقى فيه اصوات متشال منها اللو اند، وهكذا. فالموضوع دوت بتاع الكونتراست بيحصل في كل حاجه موجوده في الميكس. ده اللي بيحدد لك الحاجه هتبقى برايت بشكل قد ايه من غير ما تبقى هارش، الحاجه هتبقى بيزي او هتبقى فيها بيج لو اند كبيره قد ايه من غير ما تبقى بومي. ده اللي بيحدد لك الدبس اللي في الاغنيه بتاعتك او في المزيكا او في اي حاجه انت شغال عليها. يعني الناس هتسمع مين بعيد مين في النص مين قريب ازاي. وده اللي بيحدد لك حاجه تانية لما تكمل معاه في الاوتوميشن، ان وانت بتسمع ما تزهقش. لو احنا مثلا بنتكلم على الاغنيه يوجوالي معظم الوقت يعني بتبدا هاديه او بتبدا جامده وبعدين بتبدا تهدى بعدين تبدا تزيد تاني، اللي هو الشكل التراديشنال بتاع الاغنيه. نبدا هاديين نبدا نزيد لغايه لما نوصل للسينيو اللي هو اعلى حته في الاغنيه موجود فيها كل الالات. ما ينفعش يبقى الحته الهاديه الليفل بتاعها والباور بتاعها يوصلك انت كمستمع زي السينيو، زي الحته اللي هي المفروض مش هاديه، زي الحته اللي المفروض كل الالات فيها اشتغلت. فاثناء عمليه الميكسنج انت بتستخدم التول بتاعتك عشان تعمل امفسايز، يعني تعمل توضيح، لان السكشن الكبير دوت يبان ان هو كبير اكتر من كل السكشن اللي قبليه ومن كل السكشن اللي بعديه. دوت بيتطلب منك معرفه بازاي هتحقق كونتراست في الاي كيو، ازاي هتحققه في الريفيرب، ازاي هتحققه في الليفل، ازاي هتحققه في البان، ازاي هتحققه برضه باستخدام الساتوريشن، ازاي هتحققه باستخدام ان انت تحذف حاجه من التوزيع لو ملهاش لازمه، ازاي هتحققه بان انت تضيف حاجه في التوزيع تبين الكونتراست ده. ففي الفيديوهات اللي جايه هنتكلم عن الكونتراست بالتوضيح ودور كل طول من اللي احنا قلناها ممكن تشارك ازاي في ان هي تعمل تباين ما بين الميكس بتاعك وانت بتسمعه، تبقى عارف تسمع كل التفاصيل وكل واحد واخد الدور بتاعه، وتحس بالعمق في الاغنيه بتاعتك وتحس بان هي غنيه، بان هي برايد، بان هي وورم، من غير ما يكون في اي مشاكل عندك. سلام.